دي عربية باشمهندس رامي يا جماعة، عملت حادثة وفي فردة الشاسيه كانت متنية كده، عاملة كده. بس أنا مش عارف بقى فردة الشاسيه دي هترجع تاني ولا مش هترجع. ألف سلام عليك يا هندسة. شفاك الله وعافاك. عربية المهندس رامي لازم هترجع، انها هترجع. لازم هترجع بقى. ما ترجعش. بس هترجع معيوبة ولا هترجع سليمة؟ هو اللي هيقول بقى. يلا يا هندسة. طيب الحمد لله رب العالمين على كل حال، يعني بنحمد ربنا سبحانه وتعالى. احنا الحمد لله يعني ربنا نجانا بعجوبه، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني بفضل الحمد لله رضا ربنا سبحانه، دعوات الوالده. بشكر كل الناس اللي تمنت لي الشفاء واللي دعت لنا. نيجي بقى الله يسلمك، نيجي للعربيه. النهارده انا يعني قبلت دعوه حضرتك ان انا اطلع بعربيتي الشخصيه عشان اوري الناس ان اي عربيه بيحصل فيها حادث ممكن ترجع. مش معنى ان العربيه حصل فيها حادث ان هي اتعابت. دي عربيتي الشخصيه، وفرده الشاسيه ديت اسمح لي يعني الفرده دي كانت هنا. هنرفع الصوره. الفرده هي رجعت تاني، حصل بس فيها قطع صغير مكان الثانيه، وده هيتعمل فيه لحام بسيط جدا بالماده الخاصه بنفس الكواليتي بتاع الحديد بتاع فرده الشاسيه. والفرده يعني دي مش هتاخد دهان، مخصصه للحته دي عشان تظبط فرده الشاسيه. طب ده ما يعتبرش قطعيات او حاجه غلط او قانونا حتى غلط؟ ولا فيها اي مشكله. فرده الشاسيه زي ما هي بتاعه العربيه. احنا استخدمنا فيها تقنيه الرجوع على البارد. احنا ما سخناش الفرده، واتمنى حضرتك توضح اهو ان مفيش حرق في الشاسيه ولا اي حاجه. رجعت على البارد ومفيش اي مشكله، وان شاء الله المقاسات بقى عشان العربيه بعد كده ما تجيبش كبالن او مشكله تحصل في العفشه او الزوايا. دي على الشعر بقى. دي على الشعر مفيش كلام يعني. عشان عربيتك دي عربيتي وعربيه الناس بيتم الاهتمام بيها اكتر من عربيتي الشخصيه، لان دي امانه قدام ربنا سبحانه وتعالى. اخر نصيحه، انت عملت الحادثه ازاي عشان ننصح الناس؟ طيب انا كنت ماشي على الحمد لله رب العالمين. انا كنت ماشي على طريق السخنه، وجيت عند محطه الكهرباء في زي مطب هوا كده. كان في تجمع ميه كبير جدا. انا كنت ماشي على السرعه القانونيه للطريق لان كنت مثبت السرعه. انا كنت ماشي 120. اللي حصل انا ما عرفتش اتحكم في العربيه ولفت بيا ودخلت في الادوار. انا بس هقول حاجه صغيره يا جماعه، لو السرعه 120 امشوا 100، والسرعه 100 امشوا 80. ما هو عشان كده بس انا هلفت النظر، مش معنى ان السرعه القانونيه هي الحد الاقصى 120 اللي انت تمشي 120. 120 ده الحد الاقصى حسب ظروف الجو وحسب كثافه العربيات في الطريق. انت بتحدد سرعتك بناء على العوامل المحيطه بيك. ده كلام مظبوط مليون في المية. والنقط المهمه يا جماعه، ارواحنا يعني دي امانه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نخلي بالنا من نفسنا ونخلي بالنا من الناس. وانا بشكر كل الناس اللي حاولت انها تطمن عليا ومهتميه، وبشكر الباشمهندس عبد الحميد اللي ما سابنيش في الحادث، وبشكر المهندس خالد ما حدش سابني، وربنا يخليهم ليا. وهم ما شاء الله يعني هم اللي قايمين بالميكانيكا بتاعه العربيه، فانا بشكرهم وربنا يخليهم لينا يا رب. الحمد لله على سلامتك، وربنا دايما يستر طريقك. امين يا رب، ويستر طريق الناس كلها. امين يا رب. شكرا يا هندسه.